سلام. اليوم غادي نصحوا جميع الباك 2021 الدورة العادية. غادي نشوفوا النص فين غادي نشرحوا معاكم ونحاول نفهمكم كل ديتاي في النص، وغادي نحاول نعطيكم دي زاستوس على النص حتى هو. ثاني حاجة غادي نشوفوها أسئلة النص اللي هما comprehension اللي عليهم 15 نقطة. من بعد غادي نشوفوا language اللي هما أسئلة اللغة حتى هما عليهم 15 نقطة. ومن بعد غادي نشوفوا writing اللي هو الإنشاء اللي عليه 10 ديال النقاط. هنايا غادي نحاول نبسط لكم كل شيء اللي غادي تشوفوه في الباك، ويلا نبداو. دونك في هذا الفيديو غادي نخدموا امتحان وطني المحدد للبكالوريا الدورة العادية ديال 2021. بيان سور اللغة الإنجليزية. عندنا هنا كل مسالك الشعب العلمية والتقنية. أول حاجة غادي نبداو بها اللي هي النص، كيف ما قلت لكم في الباك اللي خدمتهم قبل، اللي خدمتهم معاكم قبل. قلت لكم النص خصو يتقرا اكثر من مره باش انكم تقدروا تفهموه مزيان. يلا نبداو في القرايه ديال النص. قال لنا هنايا the company IBM Japan، هذه واحد الشركه سميتها IBM Japan and four other partners، وربعه ديال الشركاء اخرين are developing a smart suitcase، كي طوروا واحد الحقيبه ذكيه that uses artificial intelligence AI، اللي كتستخدم الذكاء اصطناعي to help people with visual disabilities، باش تعاون الناس اللي عندهم ضعف البصر او لا ما تيشوفوش كاريمون to travel alone with greater freedom and security، باش انهم يسافروا راسهم بواحد القدر اكبر ديال الحريه والامان. visually impaired people، الناس اللي عندهم ضعف البصر او لا ما كيشوفوش usually face problems using public transport، قالك في العاده كيواجهوا مشاكل باستخدام النقل العام and accessing other services، وحتى باش يوصلوا أو لا يخدموا بخدمات أخرى. luckily لحسن الحظ there are canes and guide dogs، كاينين العصي أو لا العكاز كيف ما تنقولوا لي حنايا and guide dogs اللي هما الكلاب الإرشادية to lead them around obstacles، اللي كيوجهوهم حول العقبات. these aids، هنايا شوفوا معايا مزيان these aids كتعني مساعدات. علاش هاد aids كتعود على canes and guide dogs، هادو هما aids اللي يهضروا عليهم. كيف ما سبق لي قلت لكم في الفيديوهات الاخرين، قلت لكم انهم الا سطروا لكم على شي كلمات في النص راه ضروري ومؤكد انكم غادي تلقاوهم في الاسئله ديال النص. يعني خاصكم انتم تقراو ديال النص تحاولوا، نتوما كتقراو النص تحاولوا تفهموا هاد الكلمات علاش تعودوا. نكملوا. will soon be complemented with smart suitcases، قالك suitcases، قالك هاد المساعدات او الادوات قريبا غادي تولي مكمله complemented، يعني غادي يكملوها بحقائب ذكيه which would help them to travel independently، اللي غادي تعاونهم هاد الناس غادي تعاونهم باش انهم يسافروا بشكل مستقل، يعني او لا يسافروا بوحدهم. شيكو أساكاوا an IBM Japan fellow، هاد شيكو أساكاوا هو زميل ديال IBM Japan who has vision problems، يعني تهي عندها مشاكل في الشوف. walks with the assistance of the first prototype، كتمشى دابا أو لا كتخرج بالمساعدة ديال the first prototype، أول نموذج of a robotic suitcase equipped with AI، قالك كتمشى بأول نموذج ديال الحقيبة الروبوتية اللي مجهزة بالذكاء الاصطناعي اللي هو AI. The smart suitcase الحقيبة الذكية which has been inspired اللي هي مستوحاة by a proposal from Chieko، هاد تشيكو هي اللي عطاتهم واحد الاقتراح واستوحاوه من عندها. is equipped with a sensor، فيها واحد جهاز استشعار اللي هو sensor، a camera تامنين عارفينها اللي هي كاميرا and a battery، وواحد لا باتري to detect obstacles اللي كتكتشف او لا كتوريهم العواقب and alert its users، وكتنبه المستخدمين ديالها through tactile sensation، كتنبههم من خلال الإحساس باللمس.
according to its designers قالك وفقا للمصممين ديالها it will also notify users if friends approach قالك غادي تعلم المستخدمين ديالها الى شي واحدين من الفريندز من الاصدقاء ديالهم قربوا لعندهم or if there are cafes or other facilities nearby أو لا إلا كان شي كافيه أو مرافق أخرى بحداهم تما through an audio system من خلال واحد النظام صوتي audio system. In an interview with a Japanese newspaper قالك في واحد المقابلة في واحد الجريدة جابانية أو لا يابانية Chieko said that she got the idea when she was pushing a suitcase in front of her during a business trip. تشيكو قالك جاتها هاد الفكرة مني كانت كتدفع الحقيبة ديالها كانت كتدفع في الحقيبة ديالها قدامها وهي غادا في واحد الرحلة ديال العمل. She thought that visually impaired people فكرات أن الناس اللي ما كيشوفوش مزيان أو لا اللي ما كيشوفوش كاع could walk safely if a suitcase could scan the surroundings for danger. قالت لك فكرات بأن هاد الناس اللي visually impaired people اللي عندهم ضعف البصر يقدروا أنهم يتمشاو ويخرجوا safely يعني بكل أمان إلا كانت عندهم واحد الحقيبة if a suitcase would scan the surroundings for danger. إلا كانت عندهم شي حقيبة اللي كتقدر تسكاني المناطق المحيطة بهم إلا كان شي خطر. Different companies قالك شركات مختلفة are contributing to the development of the suitcase. شركات مختلفة غادي يساهموا في التطوير ديال هاد الحقيبة. IBM Japan will be responsible for artificial intelligence. قالك هاد IBM Japan غادي تكون مسؤولة على الذكاء الاصطناعي integrated into the suitcase يعني الذكاء الاصطناعي اللي غادي يكون في الحقيبة. For its part يعني بالنسبة للجانب ديالها أو المسؤولية ديالها أو لا داكشي اللي غادي دير هي Abs Alpine اللي هي الشركة الثانية will be responsible for tactile technology. هاد Abs Alpine غادي تكون مسؤولة على تقنية اللمس. عندنا هنايا الشركة الأخرى اللي هي Omron for image recognition and detection techniques. قالك هاد Omron غادي تكون مسؤولة على تقنية التعرف على الصور والكشف عليها. تشيميزو اللي هي شركة ثالثة غادي تكون مسؤولة for the navigation system. هذه غادي تكون مسؤولة على نظام الملاحة. وآخر شركة عندنا هي Mitsubishi Motors اللي غادي تكون مسؤولة على for automotive technologies اللي هما تقنيات السيارات. The smart suitcase يعني الحقيبة الذكية will be used at airports غادي يخدموا بها في المطارات shopping centers يعني في المول ومراكز التسوق and in other indoors areas يعني وفي أي مناطق داخلية المناطق اللي تكونوا الداخل indoors. It will later be improved قالك من بعد غادي يحسنوه so that users can use it in outdoor areas. قالك من بعد غادي يحسنوه باش المستخدمين ديالو يقدروا يخدموا به حتى برا ماشي غير لداخل. The device ركزوا معايا هنا مزيان the device يعني هاد الجهاز. علاش هنا في هاد الباراغراف كله دامين الجهاز اللي هو the smart suitcase يعني هذا device كتعود على smart suitcase is expected to be on the market in 2022. قالك هما متوقعين أو متوقع أن هذا الجهاز أو هذه الحقيبة الذكية غادي تكون في السوق في 2022. بهذا سالينا التكست ودابا غادي ندوزو الأسئلة ديالو اللي هما comprehension. عندنا هنايا comprehension اللي عليهم 15 نقطة كيف ما كتشوفوا هنايا 15 points. هنايا ديما تفكروكم تقولوا لكم base all your answers on the text يعني غادي تاخذوا كاع الأسئلة ديالكم كاع الأجوبة ديالكم غادي تاخذوهم من التكست. أول تمرين choose the best answer. هنا عاطينا بزاف ديال الأجوبة قالك choose the best answer يعني غادي تختار أحسن جواب. The text is about قالك هذا النص هو على A. an invention for the visually impaired قالك هو على واحد الاختراع من أجل الناس اللي عندهم ضعف البصر. B. a visually impaired Japanese woman
واحد المرأة يابانية اللي عندها ضعف البصر. C a famous robotics company in Japan. أولا C اللي هي واحد الشركة ديال robotics مشهورة في اليابان. والجواب ديالنا هو bien sûr A اللي هو an invention for the visually impaired people. يعني هذا النص تيهدر على واحد الاختراع على قبل الناس اللي عندهم ضعف البصر. B answer these questions. هنا عطينا واحد الأسئلة وخاصنا نجاوبوا عليهم. قال لك أو 1 when did Chieko first have the idea of the smart suitcase. قال لك هنايا إمتى هاد تشيكو جاتها الفكرة أول مرة باش أنها دير هاد الحقيبة الذكية. دونك غادي نرجعوا للنص كيف ما قلت لكم ديما تنرجعوا للنص. عندنا هنا تشيكو first have the idea of the smart suitcase. دونك غادي نرجعوا للنص غادي نشوفوا فين تشيكو كتهضر على the smart suitcase اولا فين تشيكو كتهضر اصلا. هنايا عندنا اول مره كتهضر تشيكو عندنا كتهضر هنايا في هاد الباراجراف 3 كتهضر على اي بي ام جابان فيلو. وعاوتاني عندنا هنايا في باراجراف 4 ولكن غادي تهضر على فين جاتها الفكره في هاد باراجراف 4. Chieko said that she got the idea when she was pushing a suitcase in front of her during a business trip. دونك هذا هو الجواب غادي نشدوه وغادي نديرو ليه كوبي كولي. غادي نجيو لهنايا غادي نكتبو she got the idea when she was pushing a suitcase in front of her during a business trip. كيف ما ديجا سبقت لي وقلت لكم الا بغيتو تاخذوا الجمله وتكتبوها بالفكره ديالكم اوكي انا معاكم ديروها. ولكن الا بغيتو تاخذوا لي بوين ديالكم كاملين من الاحسن تاخذوا الجمله كيف ما مكتوبه في التكست وتحطوها ديروا لها غير كوبي كولي وغادي تاخذوا لي بوين ديالكم كاملين. السؤال الثاني قالك what will be Alps Alpine contribution to the design of the smart suitcase. قال لك هنايا شنو غادي يكون الكونتريبيوشن يعني شنو غادي يكون هاد الشركه ديال Alps Alpine شنو غادي دير في الديزاين ديال هاد الحقيبه الذكيه. دونك غادي نرجعوا للنص وغادي نشوفوا فين داوين على Alps Alpine. كيف ما سبقت لي قلت لكم كنشوفوا الكيوردز يعني الكلمات المفتاح وهما فين كنقلبوا على الجواب. غنجيو هنا باراجراف نمبر 5 هنا فين داوين على Alps Alpine. اصلا في التكست كله هذا الواحد البلاصه الوحيده الباراجراف الوحيد اللي داوين فيه على Alps Alpine. قال لنا هنايا Alps Alpine will be responsible for tactile technology. هذا هو الجواب ديالنا. دونك غادي نجيو لهنايا وغادي نكتبو Alps Alpine will be responsible for tactile technology. السؤال الثالث when will people be able to buy the smart suitcase. قالك هنايا امتى الناس غادي يقدروا انهم يشريو smart suitcase. الا عقلتوا معايا مزيان غادي نرجعوا للنص داوين عليها في اخر باراجراف فين قالوا the device is expected to be on the market in 2022. هنايا الا كتبتوا هذيك الجمله كامله شديتوها حطيتوها عندكم صحيح كتبتوا expected to be on the market 2022 صحيحه كتبتوا غير in 2022 حتى هي صحيحه. ندوزو exercise C fill in the chart with the right information from the text. قال لك هنايا نعمروا هذا الطابلو بال right information يعني بالانفورماسيون او المعلومات الصحيحه من النص. عندنا هنا name of the company يعني اسمية ديال الشركة وعندنا هنايا contribution to design the smart suitcase. قال لنا هنايا شنو غادي يديروا باش يصمموا هاد الحقيبة الذكية. IBM Japan كاتبين artificial intelligence
وهنا عندنا شيميزو. إلا رجعنا للنص باراغراف فين داوين فيه على أحد الشركات، غادي نجيو لهنايا عندنا شيميزو، طالبين منا شيميزو وأمران. تأكدوا طالبين منا شيميزو وأمران. إلا جينا نشوفو هنايا شيميزو for navigation system وأمران for image recognition and detection techniques. دونك غادي نجيو لهنايا وغادي نكتبو بالنسبة لشيميزو navigation system، وبالنسبة لأمران عندها image recognition and detection techniques. Exercise D. Are these statements true or false? Justify. قال لك هنايا واش هاد statement صحاح او لا خطأ، و justify كيف ما سبق لي قلت لكم، كيف ما تنقول لكم ديما في كل فيديو ضروري من justification الا بغيتو لي 3 بوين ديالكم كاملين. اولا guide dogs help visually impaired people to move easily. قال لك هنايا هاد الكلاب الارشاديه تيعاونوا الناس اللي ما كيشوفوش مزيان او الناس اللي عندهم ضعف في البصر باش انهم يتحركوا بكل سهوله. كيف ما سبق لي شرحت لكم غادي نشوفوا هنايا الكلمات اللي هما keywords. دونك عندنا هنايا guide dogs هذه keyword، visually impaired people هادو بجوجهم keywords. دونك غادي نجيو للنص وغادي نشوفوا فين داوين على guide dogs. guide dogs ها هما عندنا هنايا. شنو كاتبين لنا هنا في هذه الجمله؟ luckily there are cans and guide dogs to lead them around obstacles. دونك هذا هو الجواب ديالنا، سكيفي ان هذه الجمله true. غنجيو هنايا غادي نكتبو true ياك، وغادي نكتبو هذيك الجمله كامله من luckily حتى lead them around obstacles. ندوزو الثاني. عندنا the smart suitcase will be able to recognize people coming towards its users. قالك هنايا هاد الحقيبة الذكية غادي تكون قادرة انها تعرف على الناس اللي جايين عند هادوك المستخدمين ديال الحقيبة الذكية. دونك غادي نرجعو للنص غادي نشوفو هنايا فين داوين عليها هنايا في paragraph number 3. قالوا لنا according to its designers it will also notify users if friends approach. شفتوها if friends approach يعني إلى الأصدقاء ديالهم قربوا. دونك هنايا true غادي نكتبو هنايا true. it will غادي نكتبو هذيك الجملة كلها it will also notify its users if friends approach. اوكي دونك عندنا هنايا Mitsubishi Motors technology will allow the smart suitcase to recognize images. قال لنا هنايا Mitsubishi Motors يعني هاد الشركه اللي هي Mitsubishi Motors technology يعني تكنولوجيا ديالها غادي تخلي ان الحقيبه الذكيه تعرف على الصور. دونك حنايا ما عارفينش صحيحه ولا غلط. غادي نجيو للتكست ونشوفوا الباراغراف فين داوين على الشركات. عندنا هنايا Mitsubishi Motors قالوا لنا for automotive technologies. دونك خطأ غادي نجيو هنايا وغادي نكتبو false. Mitsubishi Motors is for automotive technologies. وهذا هو الجواب الصحيح. التمرين الموالي complete the following sentences with information from the text. قلنا هنايا غادي نكملوا هاد الجمل بمعلومات من النص. having access to public services is. قال لك having access يعني يكون عندك لاكسي public services is. غادي نجيو لهنايا وغادي نشوفوا فين داوين عليه.
هاي هنايا عندنا visually impaired people usually face problems using public transports and accessing other services. دونك هنايا غادي نجيو وغادي نكتبو having access to public services is a problem for visually impaired people. هنا عندنا the وعندنا واحد الفراغ قالك will allow the smart suitcase to notify its users. غادي نرجع النص قال لنا هنايا it will also notify users if friends approach or if there are cafes or other facilities nearby through an audio system. So هنايا غادي نكتبو the audio system will allow the smart suitcase to notify its users. And also exercise F. Find in the text words that mean almost the same as. هنا يعطونا واحد الكلمات خصنا نقلبو في لو تكست كلمات اللي كيعنيو فحال هادو. Number 1 قالك without any help يعني بدون أي مساعدة اللي هي في التكست عندنا independently. عندنا هنايا model اللي هو في التكست كاتبين prototype اللي هو النموذج، وعندنا هنايا risk اللي هي في التكست عندنا danger. هنايا راه معاونينكم عاطينكم كل كلمه في ان باراغراف بالضبط انكم تمشيو تقلبوا عليها. exercise هنا جاي اللي هو اخر exercise قالك what do the underlined words in the text refer to. هذه هي اللي قلت لكم ملي كنت كنقرا لو تكست قالك هذوك الكلمات اللي مسطرين عليهم في لو تكست علاش تيعودوا، وقلتو لكم مني شرحت لكم تكست these aids كتعود على canes and guide dogs، و the device كيعود على the smart suitcase. سبقت لي شرحت لكم هذا وسالينا اسئله ديال النص. دابا غادي ندوزو الاسئله ديال اللغه اللي هما language. كيف ما كتشوفوا هما عليهم 15 نقطه يعني 15 points. هنا اول تمرين عندنا قالك fill in the gaps with the correct words from the list. عطينا واحد لا ليست وحنا خصنا نختاروا الكلمه الصحيحه اللي غادي نديروها في هاد لا ليست اولا لا نديروها في وسط الجمله. Brenda missed her class. قالك هنا بريندا ما حضراتش الكلاس ديالها. she was taking part in a sports competition. كانت في واحد الكومبيتيسيون ديال الرياضه. دونك هنايا خاصنا نشوفوا اول حاجه غنشوفوها كل وحده شنو كتعني. عندنا هنا therefore وعندنا because وعندنا whereas. therefore اللي كتعني لذلك، because اللي كتعني لانه، whereas اللي كتعني بينما. whereas ما غاديش نديروه حيتاش ماشي هي كانت في الكلاس بينما في نفس الوقت هي كاينه في sport competition. دونك whereas لا ما غاديش نخدمو بها. عندنا لذلك هي بريندا ما حضراتش الكلاس ديالها لذلك مشات السبورت كومبيتيشن. لا حتى هي غلط ما جاتش، والجواب الصحيح هو because. بريندا ما مشاتش الكلاس ديالها حيتاج لانه كان عندها او لا كانت بارتيسيبات في واحد الكومبيتيسيون ديال السبور. عندنا هنايا the vaccine يعني واحد اللقاح our laboratory has developed is effective. اللابوراتوار ديالنا اللي صايباتو هو effective. عندنا هنايا whose whom which. عندنا هنايا whose اللي كنخدموا بها الصاحب، whom الشخص، which object. ما عندناش هنا ما كندويوش على شخص كنهضروا على our laboratory يعني بينا كنهضروا على شي حاجه اللي هي object شي حاجه اللي غير عاقل. دونك بين الجواب شنو غادي يكون غادي نمشيو نيشان which هو هي الجواب ديالنا الصحيح. Exercise B. Give the correct form of the words in brackets. هنايا عطينا جوج ديال الكلمات وحنا خصنا نكتبو الكوريكت فورم ديالهم. هنايا ملي كيعطيوكم هاد التمارين بحال هكا هذوك الكلمات اما كتحولوهم verb noun اولا adjective. عندنا هنايا their business
fail because of poor manage غادي تولي management. وعندنا هنايا Lord of the Rings لواحد الفيلم is one of the most success movies I have ever seen. had success غادي تولي successful. C. Fill in the blanks with the correct words from the lists. Sorry. قالك fill in the blanks with the correct words from the lists. هنايا عطينا words خصنا نختارو اللي صحيحة. All the guests appreciated Tom's sense of except for Karen. قالك هنايا أصلا هادي باينة ملي تكون عندنا sense of باينة humor. هذا جواب باين sense of humor. كنقولوش sense of joke أو sense of amusement. عندنا هنايا scientists will conducting research till they find a cure for cancer. Sorry. قالك العلماء غادي بلا 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 يديروا البحوثات حتى يلقاو حتى يلقاو a cure for cancer حتى يلقاو علاج للكانسر. هادو عندنا keep on اللي كتعني يستمر ولا يستمر. log on اللي كتعني تسجيل الدخول مني كتدخل الكونت ديالك you log on. وعندنا try on هي مني كتشري شي حاجه ديال الحوايج you try it on كتقيسها كتجرب شي حاجه try on. هنايا try on هنا ما غاديش يقيسوا ما يجربوا والو دونك غادي نحيدوها. هنايا واحد الحاجه اللي ردوا ليها البال عندنا conducting. هاد conducting فيها ing يعني present continuous. شنو هو present continuous؟ ملي تكون عندنا present continuous هي واحد الاكشن اللي هي مستمره يعني ماشي واقفه مستمره. دونك هنايا شنو عندنا keep on اللي هي يستمر. دونك الجواب ديالنا باين غادي نكتبو هنايا keep on. rewrite the sentences as indicated. هنايا عطينا sentences وحنا غادي نعاودو نكتبوهم. هنا قالوا لنا the jury has interviewed all the candidates online. وبداو لنا ب all the candidates. هنايا بداو لنا بالمفعول به. هذا passive voice دونك غادي ناخدو القواعد الخاصة ديال passive voice. أنا هنايا has interviewed كاينة في present perfect. دونك حنا غادي نخدمو بالpast participle. شنو هي القاعده ديال past participle؟ كيكون فيها have been او لا has been مع plus past participle. دونك all the candidates هنا باش غادي نعرفوا شنو غادي نخدمو واش بال have been ولا has been. عندنا candidates فيها s يعني plural دونك ما غاديش نخدمو ب has been غادي نخدمو ب have been. دونك عندنا هنايا all the candidates have been interviewed by the jury. دونك هنايا عندنا هاد by the jury. هاد by the jury كتبتوها صحيحة ما كتبتوهاش راسها هي صحيحة ماشي مهمة. دونك هاد by the jury اللي كتبها راه عنده صحيحة اللي ما كتبهاش حتى هي عنده صحيحة. هنا عندنا reported speech. If I were you I would buy a laptop instead of a tablet. Danny said. Danny advised his friend. هنا عندنا advised. دونك مني كتكون عندنا advice كنديرو to plus المين verb كنخدمو به. المين verb عندنا هنايا هو buy. دونك هذا هو اللي غادي نخدمو به. يعني الجمله ديالنا كتوري Danny advised his friend to buy. قلنا كنخدمو to plus the main verb اللي عندنا to buy a laptop instead of a tablet. اوكي مني تكون عندنا هنايا advice مني كتكون عندنا advice ياك كنديرو to plus main verb.
اوكي. ملي كتكون عندنا advice كنديرو to plus the main verb. دونك غادي نجيو لهنايا الثالث. عندنا although سعيدة is from a poor background she managed to pursue her higher education. هنا عندنا in spite of. هاد in spite of فيها بزاف ديال الحاجات اللي تقدروا ديروها. دونك انا غادي نوريكم اسهل حاجه اللي تقدروا تكتبوها. ملي تكون عندكم in spite of خدموا ب the fact that. in spite of the fact that سعيدة is from a poor background. صافي وكملوا الجملة ديالكم حتى الاخر. هذه اسهل حاجة غادي نقولها لكم. الا كانت عندكم in spite of سيروا the fact that وكملوا الجملة ديالكم حتى الاخر وغادي تكون عندكم الجواب صحيح. غندوزو هنايا exercise E. قالك put the verbs in brackets in the correct tense. هنا عطينا لي verb وخاصنا نكتبوهم في الزمن الصحيح ديالهم. By the end of this year, Mrs. Simpson served in the local council for 20 years. هنايا عندنا by. ديجا وقيلا كنت خدمتها معاكم. مني تتكون by كنمشيو نيشان كنديرو future perfect. شنو هو future perfect؟ هو will have. future perfect هو will have plus past participle. دونك مني تكون عندكم by سيرو نيشان ملي تكون عندكم by سيرو نيشان اديرو future perfect والقاعده ديالو هي هذه. دونك هنايا الجواب ديالنا هو will have served. will have served. توجو جملة تانية عندنا Anna while Anna worked on her language project her brother was playing games. عاوتاني هنايا مني تتكون عندنا while هادو كنعطيكم دي زاستيوس باش تعقلوا عليهم. مني في الامتحان تكون عندكم باي او لا وايل ما غاديش تبقاو تفكروا بزاف، يعني ما غاديش تضيعوا الوقت بزاف على هاد التمرين، غتمشيو نيشان وغادي تجاوبوا. مني تكون عندنا وايل كنخدموا بالباست كونتينوس. past continuous يعني الجواب عندنا هو was working. انايا درت was وما درتش were حيتاش انا وحده يعني singular. غندوزو هنايا التمرين الثاني اللي هو match each expression to its appropriate function. قالوا لنا match يعني كل وحده غادي تشوفوها مع ديالها. هنا دايرين لنا 1 2 3 4 يعني هنا فين غادي نكتبوا الاجوبه ديالنا. عندنا 1 why don't you try another job. why don't you try another job. قالك هنايا علاش اللي ما تشوفش او ما تجربش خدمه اخرى، بحال كيعطيك suggestion وصحيحه هي D. عندنا هنايا why don't you try another job هي D making a suggestion. دونك غادي نجيو هنايا وغادي نكتبو D. ثانية قالك I don't share the same view with you. I don't share the same view with you يعني شي واحد اللي هو متعارض معك، يعني disagreeing. I don't share the same view with you يعني disagreeing ما متفقش معك هو اصلا. دونك هنا غنكتبو C. هنايا من الافضل انكم تكتبوا الاجوبه بحال هكا، تكتبوا هنايا 1 D 2 C 3 شي حاجه 4 الاخرى، احسن من انكم ديروا بالاسهم. يقدر الاستاذ ما يشوفش الجواب ديالك مزيان وكتسهل حتى على الاستاذ التصحيح. Can you give me more details about the topic. قال لي هنايا واش تقدر تعطيني لي ديتاي more details بزاف ديال لي ديتاي على هذاك السوجي اللي هي making a request. Can you اللي هي making a request وغادي نجيو هنايا وغادي نكتبو B. والاخرى اللي عندنا what do you think of online learning. what do you think of
online learning اللي هي asking for opinion. شي واحد كيسولك على الرأي ديالك، قالك شنو كيبان لك في هذا التعلم اونلاين، وانت كتعطيه الجواب ديالك. جي اللي هو اخر تمرين عندنا في اللانجويج هو complete the following exchanges. هنايا عندنا exchanges وخصنا حنايا نجاوبوا عليهم. manager قالك I'm afraid the report you sent me is full of mistake. قالك دابا المانجر ديالك او الشيف ديالك جا عندك قالك هذاك الريبورت اللي صيفطتي ليا فيه بزاف ديال الاخطاء. دونك باش غادي تجاوبوا مثلا تقدر تقول ليه I'm sorry I'll do it again. مثلا I will do it again. ولا تقول ليه مثلا I'm sorry about that I will correct them etc. تقدر تجاوب اللي بغيتي. هنايا كتبقى على حساب المخيلة ديالك وعلى حساب الفوكابولري اللي عندك. هنايا عندنا ساندي my computer can't read PDF documents what should I do. قالت لهم هاد ساندي البيسي ديالها ما كيقدرش يقرا ليها لي دوكيومون اون PDF. شنو نقدر ندير؟ يعني هنايا كتسولهم she is making a request she is making a request. دونك كتسنى فيهم او خاصك انت تجاوبها. مثلا تقدر تقول لها you should try another version او لا I advise you to buy another computer او لا why don't you try another computer مثلا. دونك هنا تقدروا تكتبوا اللي بغيتو، كاين بزاف ديال الاجوبه وتقدروا ديروا بزاف ديال الحاجات. سالينا language. دونك هنايا دابا غادي نبداو بالرايتين. الرايتين كما كتشوفوا عليه 10 ديال النقاط. هنايا في العاده الرايتين تيعطيوكم جوج ديال الحاجات اللي كتكتبوا عليهم، وحده كتكون على 4 ديال النقاط والاخرى كتكون عليها 6 ديال النقاط. هنايا the first task هاي كما كتشوفوا عليها 4 ديال النقاط. قالوا لنا هنايا complete the following paragraph، يعني خصكم تكملوا هذا الباراجراف. كاتبين many tourists like to visit Morocco for different reasons. قالك انايا بزاف ديال لي توريست، بزاف ديال السياح كيبغيو يجيو للمغرب for different reason، بزاف ديال الاسباب او لاسباب مختلفه. كاتب لكم هنايا first. هنايا تقدروا تكتبوا كيف ما بغيتوا. هاد التوبيك عطاوه لكم زوين بزاف، يعني تقدروا تكتبوا تهضروا على ما بغيتوا for the views for different cultures. حيت كاين بزاف ديال الحاجات يعني ما غاديش تدوخوا وغادي تلقاو ما تكتبوا. واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم ماشي حتى تعطاوكم 6 او 7 ديال السطوره يعني خاصكم تعمروا هاد 6 او 7 ديال السطوره كاملين، لا ماشي بالضروره. تكتبوا على داكشي علاش قديتو وداكشي اللي عرفتو عليه. مهم يكونوا الجمل صحيحين وتكتبوا في نفس الكونتكست، يعني تكتبوا في هذاك السوجي اللي عاطينكم. ندوزو التاسك الثانيه كيف ما كتشوفوا عليها هنايا 6 ديال النقاط. قالوا لنا هنايا modern technology يعني هاد التكنولوجيا الجديده has facilitated our lives in many ways. قالك هاد التكنولوجيا الجديده سهلت علينا الحياه ديالنا في بزاف ديال النواحي. Write a short article for your school magazine about how modern technology has made your life easier. قالك هنايا تكتب واحد الارتيكل صغير شورت، يعني ماشي حاجه طويله، ارتيكل صغير المجله ديال المدرسه ديالك على كيفاش هاد التكنولوجيا سهلت عليك الحياه ديالك. هنايا سهلوا عليكم هاد السوجي بزاف. علاش تكتبوا لكم مودرن تكنولوجي بواحد الطريقه وبواحد الشكل عام، يعني تقدر تهضر على اللي بغيتي. تقدر تهضر على البيسي كيفاش البيسي سهل عليك الحياه ديالك، او على التليفون سمارت فون كيفاش سمارت فون سهل عليك الحياه ديالك، لا ماشينه لافي كيفاش لا ماشينه لافي سهلت علينا الحياه ديالنا. بزاف ديال الحاجات. التلفازه، هاد التلفازات الجداد اللي خارجين دابا سمارت تيفيز كيفاش سهلوا عليك الحياه ديالك. اي مودرن تكنولوجي استخدمتيها وسهلت عليك الحياه ديالك غادي تكتب عليها. تابلت، ايباد،
أي حاجة عرفتي هاد السوجي عطاوه ليكم فريمون سي ان بونus. وكيف ما سبقت لي قلت لكم ماشي ضروري انكم تكملوا هاد السطور هادو كاملين، ماشي ضروري تكتبوهم كاملين، كتبوا غير علاش قديتو على حسب الافكار ديالكم. نقول لكم عاوتاني واحد الاكسبيريونس اللي دزت منها، الا كان خطكم كبير صغروا خطكم حتى تقدروا ما تلقاوش مازال فين تكملوا، ولا كان خطكم صغيور بزاف كبروه واحد شي شويه باش يبان لاختيكل ديالكم او يبان باراغراف ديالكم شويه عامر. الا استفدتوا بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعملوا فائده. وشكرا على المشاهده.